هو بمزاجك غصب عنك. والله ده احسن دوري، يعني يعني شفناه اصلا في حياتنا كدوري، فاهم؟ كمتعه. بس اوحش دوري بالنسبه للاهلي بسبب من نتيجه النهارده. يعني كان نفسنا الاهلي هو اللي يبقى في الصداره، ومستنيين الماتش برضه. ما خدتوش الدوري لسه، فاضل الجوله الجايه. كان نفسي الاهلي يبقى هو اللي في الجوله الاخيره دي هم اللي يشوفوا هم هيعملوا ايه. شكرا بيراميدز النهارده، ولسه مستنيك يا زمالك، والله مستنيك هتعمل ايه قدام سموحه. يعني انت قدام سموحه فايز 1-0 بالعافيه والله العظيم. يعني وحتى في كرة أخيرة دي كانت المفروض تيجي جون، يعني المفروض يا اسطى دي جون يا اسطى. مستنيك بقى في قدام ماتش سيراميكا تبقى. اصل برضه لو انت تعادلت مع سيراميكا، خد ايه الحسبه دي؟ عمالين نحسب ايه بس؟ ما هو لو تعادل مع سيراميكا برضه الماتش الجاي الزمالك خد الدوري. مش فاهم انا. بيراميدز هيكسب الماتش الجاي، هيبقى هو زي الزمالك، بس هو هيبقى خد الدوري عشان هو الزمالك. بيراميدز الزمالك خد بيراميدز رايح جاي. طب احنا الحمد لله فزنا. نفسي يعني انا معلش، انا سمعت الشوط الاولاني من الاهلي والشوط الثاني من الزمالك عشان ايه؟ يرضوا الطرفين ويرضوا الجمهورين ويرضوا معلش غصب عننا. بس المذيع في ماتش الاهلي جايب جونين وجاب الثالث في الشوط الثاني. المذيع حاسه محايد قوي، او مش شرط تبقى للاهلي بس. لما قلبت على الماتش بتاع الزمالك والله العظيم انا مستغرب المذيع ده، مستغربه في الجون ومستغربه في مدحه في بزيره. ايه ده؟ هم طب اللعيبه بتاعت الزمالك دي برشلونه طيب ولا ايه؟ مش ايه المدح ده؟ ايه كميه الافواره دي؟ ايه كميه ده؟ انت فايز 1-0 بالعافيه. مش فاهم يعني حتى انا قلت يمكن مش لقيته الماتش اللي فات برضه كان بيعلق للزمالك. ده بحس لقيته كذا ماتش بيعلق للزمالك، باينه خالص انه زملكاوي. يعني مش فاهم والله العظيم. يعني عمال يمدح في الناس قوي بزياده قوي. ده انت فايز 1-0 يا اسطى بالعافيه. مستنيك الماتش الجاي قدام سيراميكا بنفس المعلق بنفس اللعيبه بنفس كل حاجه. مستنيك قدام سيراميكا. هو يعني السر مش عند اي حد، السر عند سيراميكا بس. يعني بجد السر عند سيراميكا كده كده عشان احنا نطلع تاني. ما عشان احنا ايه نطلع؟ ما هو اول ضاعت بنسبه ايه؟ ده سموحه في الضياع خالص. بيراميدز هتنزل تعبي سموحه. بس الحمد لله لسه ما اتحسمتش لحد. يعني لسه هتيجي تسال المحللين وبتوع الفنيات النهارده يقول لك لسه برضه. ده انا اخر دوري فاكرينه كان حصل بتهيألي بتاع الاهلي والاسماعيلي تقريبا، كان الدوري ده. مفيش دوري كده. ايه بقينا في البريمير ليج؟ مش فاهم ايه ده. لعبة النهارده رجاله، لعبة الاهلي في روح. كنتوا فين من بدري بجد والله العظيم؟ لو انتوا كنتوا تعادلتوا مع بيراميدز او فزتوا بيراميدز حتى، او ماتش سيراميكا، كنا استريحنا كتير قوي. كانت فرقت والله كتير قوي. بس معلش هنعمل ايه؟ خلاص اتحطينا قدام الامر الواقع. وان شاء الله الماتش الجاي المصري، هو طبعا هيبقى اصعب من النهارده، بس هيبقى اصعب من بتاع الزمالك. برضه تحس برضه ان الفرق كلها، ان احنا السبب في ده كله والله. بص كده لسموحه النهارده، للزمالك، للسيراميكا، البيراميدز، لانبي. كنا بالعكس عمال يقول لك انبي بيوجعني. طب ايه طيب يا اسطى قبل الماتش؟ يعني ايه؟ مش فاهم. تحس ان هم كلهم فاضيين. ايه بقى؟ إيه بقى؟ احنا اللي كنا وحشين قوي. اكتشفت والله النهارده وماتش الزمالك ان احنا كنا زي مش اصل في الاول وفي الاخر احنا كنا وحشين وضايعين. وفي الاخر برضو الفرق ايه ما بينه وما بيراميدز نقطه، وما بينه وما بين الزمالك كام نقطه؟ 3 نقط. لازم الزمالك يخسر الماتش الجاي. لازم الزمالك يخسر الماتش الجاي. و هو ممكن اصل سيراميكا جامده يعني اجمد من سموحه. ولازم بيراميدز يتعادل او يخسر. ده من سبع، مش سبع المستحيلات، ده من 20 المستحيل ان بيراميدز هيتعادل. وممكن ليه لا؟ ما هو زي ما ادانا الدوري الماتش الدوري هديه قبل كده، عادي ممكن تحصل قبل كده عادي. وليه؟ ما هو مش فاهم حكايه المواعيد بقى. لازم يبقى ال3 ماتشات في نفس الوقت عشان ما حدش يسيب لحد وحد يسيب هو النبي. ما عادي يعني. كانت انبي متعادله قبل كده مع الزمالك وبيدينا هديه، الزمالك ادتنا هديه ورحنا خسرنا، شلنا من بيراميدز 3 يعني. والله ما عادتش تفرق كتير يعني. لو فرق نص ساعه حتى ولا 45 دقيقه ولا ساعه، مش هتفرق معاكم حاجه يعني. بحيث ان انتوا حتى تزودوا عشان مش تزودوا المشاهدات في القنوات حتى. يعني اللي يخلص ده يتفرج على ده، اللي يخلص ده يتفرج على ده، اي حاجه يعني. هيبقى مصلحه ليك. والعزاء تقول لك محدش يلعب في النتيجه ولا حكم. واللي بالنسبه للحكم بس والنبي، يعني في الشوط الاولاني ضربه الجزاء بتاع الكهرباء، والله ما ضربه جزاء. هتسيبك من الفاول الاولاني.
والله هي فاول، ولو هو كمل هو ما رجعوش عشان يحسبوها فاول، لو انت كملت هتلاقيها تزحلق كوكا، تزحلق على الكوره في كهربا. ش- رجليه جت في الكوره ما لمسش كهربا، هوبا ضرب بلانس وقع عادي. والجون اوف سايد عشان الناس اللي طالعه كتير، الجون اوف سايد والكوره مش ضربه جزاء. الشوط الاولاني، الشوط الثاني الله اعلم ايه اللي حصل. بن شرقي جاب الجون، كان مين اللي ضغط؟ كان ديانج نزل، ما نعرفش نزل مكان مين، ضغط فمش عارف امام، راحت لامام تقريبا، اداها لبن شرقي مره واحده حطها، مع ان بن شرقي ما كانش من احسن حاجه في الشوط الاولاني. اول ثلاث اربع كور جول وكان بيبص غلط، والكره اللي جات له شاطها من فوق العارضه، يعني ما كانش. اللي كان حلو كان حسين الشحات، كان حسين الشحات هو اللي كان باين في الشوط الاولاني. تحس بقى ايه، والماتش اللي فات كان بن شرقي وحسين الشحات. فانت فاهم يعني ده كله بيبقى لاعب او لاعبين، ثلاثه بالكتير في الفرقه حلوين في النادي الاهلي. تخيل بقى لو كل ماتش كنا كده واحد يعني مش لازم يبقى كلنا حلوين او كلنا ضايعين. لو كان في اتنين تلاته في الفرقه نفسيا حلوه او روح حلوه طول الموسم، او كان زمانها فرقت معانا كتير. والله كانت فرقت كتير خالص. الحمد لله على مكسب النهارده. ان شاء الله زي ما بيراميدز ادتنا هديه النهارده، هتدينا هديه الاسبوع الجاي. والزمالك ان شاء الله يدينا، نستنى بقى مش الاسبوع الجاي ده يوم 20 لسه، هنستنى الزمالك يلعب نهائي الكونفدراليه. ما علينا، ان شاء الله هنستنى منهم الهدايا ان شاء الله ان شاء الله.